الكشف اللي قالوا عليه الورقه اللي مش عارف ايه، انا بختار من بين 2087 واحد و350 واحد. فانا كنت بحاول ان انا الكتله اللي هتصوت، احنا تم الاتفاق على دول ان هم اللي بيمثلوا معظم التيارات الموجوده. العدد الموجود 25 من الحريه والعداله، و11 من النور، و14 من التيارات الاخرى، ومن خارج البرلمان ما فيش يعني كلمه اخوان ما فيش الا اثنين، البر الازهر والدكتور رفيع حبيب. بس مثلا لما فاطمه محمود لما واحد بنت الدكتور محمود ابو زيد، لما يكون شاب اخواني، لا ده يعني ده هذا الكلام هنقول كمان فيه اثنين. اذا فيه اكتر من 58 واحد من خارج، فيه 58، لكن يقول لك ايه هذا هواه اخواني، وده كان اصلا بيتفق مع قواعد الاخوان، وده كان بيسلم على الاخوان. احنا اجتهدنا، احنا اجتهدنا، والباب مفتوح، الباب مفتوح. استاذ كمال، رايك ايه في ان الجمعيه تمت بالتوافق وان هم الناس اختاروا وما فيهمش اخوان كتير؟ انا تقديري ان ما حدث الواقع العملي بيختلف مع ما قاله سياده النائب المحترم عزب مصطفى الجزاوي الاصل. التوافق وتمثيل كل المجتمع وكذا لم يحدث. انا كنت في البرلمان وخرجت للهيئات المحترمه المعتبره بره، فانتقيت في هيئات استبعدت بالكامل زي الهيئه التي امثلها والتي انتمي اليها، ومش عارف ليه. انا عندي يا استاذ كمال، انت قلت ايه دلوقتي؟ قلت عندي 281 نقابه. انت لسه قايل حالا دلوقتي. بس هم بعتوا 10 اسماء بتاعت خدنا منهم، مش في الاستاذ كمال عن 2 مليون. استنى، مش في الاستاذ كمال؟ الاستاذ كمال لا يعبر عن هؤلاء. ما انا مش في يعني مش في جمعيه تاسيس، ولم اشترط ان انا اكون موجود ولم اطرح هذا. اي واحد من زملائي يعبر عن قضيه العمال، الاتحاد المصري للنقابات المستقله. العمال هؤلاء لم يمثلوا اطلاقا. عمال النقابات، العمال اللي نايمين الوقت في المحكمه الاداريه ونايمين في الشوارع وفي مجلس الدوله وعند المجلس الشعب وفي كل حته في مصر، انا بقول لا يمثلهم احد في حتى اتحاد العمال الفلاحين المصريين. لا، هناك من يمثل الفلاحين موجود. اتحاد العمال انسحب، نقابه المحامين انسحبت، نقابه احنا لا نتمنى في طريقه للانسحاب يعني يا استاذ محمود، نحن لا نتمنى هذا الانسحاب، ونريد ان يحدث شكل من طب لو استمر الانسحاب، واضح ان الانسحاب مستمر والاجتماع بكره، هتعملوا ايه؟ احنا في حاجات مطروحه ان يبقى في حتى يحدث شكل من اشكال التوازن. في عندنا اللجنه اللي تكون من 9 افراد، وبعض هم اتدخلوا 10 مطرح 10. ده وارد لانك انت خدت بس ومع ذلك الكرامه اعلنوا ان هم رفضهم لهذا الاقتراح. احنا بنحاول ان على اسماء او دخول اسماء اخرى تمثل هذه الفئات اللي اتكلم عليها الاستاذ كمال، نستطيع ان احنا نعمل هذا الاحلال. حتى ان هناك حتى اسم رئيس الجمعيه ممكن ان يغير، يعني في اقتراح على الدكتور. انت ايه رايك في اختيار الدكتور يعني هناك اقتراح ان هو يبقى في حد تاني غيره. حد يعني تاني مين؟ الدكتور محمد مرسي مثلا ولا لا غيره من تيار اخر. انا شخصيا اشفق على الدكتور الكتاتني